اشخاص وجودهم في حياتك كانوا مرحلة مش مصير، كانوا درس ليكي، كانوا هما السبب ان هما ينقلوكي من نقطة لنقطة تانية احسن بكتير. مش شخص ان انت تعيشي بيه طول عمرك. بس تعرفي المشكلة فين؟ المشكلة انك لما بتحبي بتتعلقي، ولما بتتعلقي بتعملي المستحيل ان انت تفضلي في العلاقات دي. بس انت مهما حاولتي ومهما عملتي كل ده لازم ينتهي، عشان انت كده بتضحي بنفسك وبتسكتي وبتتأذي وفي الاخر بتخسري نفسك. مش كل الناس اللي حبيتيهم يستحقوا ان انت تكملي بيهم، ومش كل اللي شاركوكي ايام حلوة يستحقوا ان هم يشوفوا ايامك الجاية. الراحة النفسية في انك الوقت ان انت تاخدي فيه قرار اللي هو كفاية لحد هنا، وتاخدي قرار ان انت تبعدي وتقولي لنفسك انا استاهل اكتر من كده بكتير. انا يتعمل لي المستحيل، مش انا اعمل لغير المستحيل، لا انا يتعمل لي المستحيل عشان انا استاهل ده. انا استاهل اللي يسعى واللي يحاول عشاني، مش انتي اللي تحاولي عشان غيرك. القوة مش انك تكملي، القوة الحقيقية انك تعرفي امتى تمشي وانتي عارفة ان انتي عاملة اللي عليكي وبزيادة. الناس اللي بتكسر فيكي، والناس اللي وجودهم انتي مش قادرة تاخدي راحتك معاهم، والناس اللي انتي في وجودهم مش قادرة تكوني انتي، دول احنا بنحمد ربنا ان احنا عرفناهم على حقيقتهم بدري. بصي، كل مرة هتخرجي من علاقة كانت مؤذية فكري فيها كويس على انها بداية جديدة. بتوجع، بس بعديها الحياة هتبقى احسن بكتير. نفسك هتهدى، هترجعي لنفسك، صوتك بيرجع، وعينك بتشوف الناس على حقيقتها. خليكي مع اللي يشوفك نور، مش اللي يشوفك عبء عليه. خليكي مع اللي يطمنك مش يقلقك، مع اللي يشجعك في كل خطوة او في كل بداية انت بتعمليها، مش مع الشخص اللي بيشكك في قدراتك، مش اللي يشكك فيكي. لو انت مش لاقيه ده دلوقتي، اعملي لنفسك مساحة ان انت تكبري نفسك. اعملي ده لنفسك بنفسك، وابدأي بنفسك. واللي مش قدك هيسيبك لوحده، وساعتها انت مش هتزعلي، عشان انت عارفة ان قيمتك تستاهل الاحسن. واللي عاوزك واللي عاوز يوصلك ويبقى معاكي هيعمل المستحيل وهيعمل اي حاجة عشان يبقى معاكي. دايما حط في بالك ان انت يتعمل علشانك المستحيل، وان انت تستاهلي الافضل والاحسن دايما.